سلام سلام ودي أقرأ الزوج. حياكم الله في مطبخ جراند ما بيكري. اليوم عندنا طبخة يا سيام. مش طبختنا؟ مرقوق. بنسوي مرقوق إن شاء الله على طريقة جراند ما. طيب يلا وش مكوناتها بسرعة؟ زيقاية ولا شو سقا أطبيع زقاج تشالو. اللحم مقطع صغار. وريهم إياه قربي. يا ولا شو بتننشو نو يكتف. وريهم قطعة. سقاون. يعني إحنا نحب نحط ولا شو ندز. قد كذا وبالعظم بعد. عطنتم ماله. أيوة. عطنتم نمس كسباب الريالو. زيقا تيماتيم عن ولد تيماتيم فجأة تشالو. طماط مطحون، طماط فريش مطحون. زيقا شنكرت كانت شنكرت قرفة تشالو. بصل وثوم لازم يصيرون مفرومين مرة، ما تقطعونها بيدكم، بالآلة أفضل. كوسة اللين كوسة صغيرات ما نقطعها، أو إنكم تجيبون كوسة عادية وتقطعونها هذا المقاس. جزر كاروت اللين. جزر مقطع مربعات. دبال. قرع. أيوة. زيقا فلفل أسود. فلفل أسود. جو كماجيكا. مكعبات دجاج. ليمون أسود. ليمون أسود. يا جراندما بيكري قمم. بسم الله. بهارات جراندما. أيوة. زيقا بهارات مشكلة. عند يتقلق قمم علين. أي يلا مشينا فلفل بهارات حب. بهارات حب هونو. ليمون أسود. ودارسين وورق الغار. تيماتيم صلصة. معجون طماطم. يلا الحين نروح وش نسوي يا سيام؟ هون وده سرارو. يلا مشينا نسوي الطريقة. يقولاشوا هون زيقا كيبي أرجبت هاللو السون. حطينا زبدة أول شيء، وبعدين نحط عليها اللحم نفس طريقة جراند ما. هون سقاون عند بان. أول شيء نحط اللحم يطبخ، ياخذ الحرارة، يطلع مويته، يطلع الدم اللي فيه، بعدين نحط عليه باقي المكونات. هون يقولاشوا سقاون الذي كمره. انتم دستو سلامو قلن دم ምናምን ካለ እንትን እንዲያ حركي. يلا خلاص قلتيهم حركي. አሁን ያውላችሁ ቅመሞቹን እንጨምራለን። ለብቻው ራሱ ሽታው እንዴት ደስ እንደሚል ስጋውን ከቅቤው ጋር نحط عليه ورق الغار وعود القرفة. هالحين ما شاء الله تبارك الله لو تشمون ريحة اللحم بالحالة ما شيء أبد. شوفوا بالحالة ما شيء أبد، ريحته مرة لين طلعت اللي فيه السوائل. بس النار حارة، إذا صارت النار حارة ما تطلع السوائل، تقعد السوائل بوسطه ويصير لين، تصير المويه جواته تصير لين. لكن لو صارت النار باردة وحطيت اللحم طلع السوائل اللي جواته ونشفت اللحمة. قولي لهم ያላችሁ በቀዝቃዛ ድስት ላይ ስጋውን ካደረጋችሁ ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ሲያወጣው ምን ሲለው በጣም ነው የሚያስጠላው ማለት ነው። ስራችሁንም ያበላሽባችኋል። يلا جيبي البصل الحين. نحط البصل عليه. يلا كبي تحمس البصل معاه. هون شنكرتاችንን تحمس البصل لين تنشف مويه البصل. الطبخ الزين يحتاج حمسين، والحمس يحتاج وقت. قولي لهم ما في تحطين هذا على هذا وبعدين تقول ابي طبختي تطلع ممتازه. ምግብ ጥሩ ምግብ ከፈለጋችሁ ቁሌቱን በደንብ አቁላሉ። اذا ما حمستوا وظبطتوا الحمسه ما تطلع طبخه زينه. قولي لهم يا سيام በደንب አድርጋችሁ ካላቅሏላችሁት ቆንጆ ምግብ አትበሉ። كل شيء قولي لهم كل شيء يبغى له تعب، ሁሉም ነገር ድካም አለው عشان ياخذ الواحد نتيجه جميله ولذيذه። ምርጥ ስራ ማለት እንድትመሰገኑ እናንተም ደስ እንዲላችሁ ከፈለጋችሁ በደንብ አቅሏሉ ሁሉንም ነገር። شفتوه ناظرتوا؟ يلا حمسي، استمري بحمسه. አሁን ቅመማችንን እንጨምራለን። نحط بهارات جراند ما ونحط بهارات مشكله. يلا قولي لهم يقولاتشو يتقلقل ቅመም ነው የምንጨምርበት። يلا حمسيها الحين. አሁን ይኸውላችሁ ሳልሳችንን እንጨምራለን። نحط الصلصه بالنص زي ما علمناكم ونخليها تطابخ الصلصه بعدين نحمسها. قولي لهم سيام ሁሌ መሀል ላይ ክፍት አድርገን ነው ሳልሳው የምናደርገው የሆነ ጣዕሙ ያልበሰለ ቲማቲም እንዳይ። بعدين نحط عليه طماطم ماسوره. አሁን ቲማቲማችንን እንጨምራለን። الحين نحط لنا طماطم مطحون. يلا خلطي سوا. وبرضه نخليها تطبخ شوي كذا 5 دقائق مع الطماط، وبعدين نوريكم اللي جاي. كلمي.
5 ደቂቃ እናበስሏለን። ከቲማቲሙ ጋር ክድ እናድርገው ነው። ከ5 ደቂቃ በኋላ እንመለስላችኋለን። አሁን ይኸውላችሁ እንደዚህ ሆኖ እንትና ትንሽ እንትን ማጂና ጨው አንድ ላይ እንጨምራለን። نحط الملح والماجي. اوكي حركيها. اوكي. አሁን ትኩስ ውሃችንን እንጨምራለን። صب عليها المويه الحاره ونخليه يغلي 10 دقائق صح؟ 10 ደቂቃ እናንተ ከትከዋለን። ايوه. ይኸውላችሁ አሁን ኩብዛችንን እንዴት እንደምንቆርጥ አሳያችኋለሁ። احنا نسوي المرقوق حقنا اليوم عشان عندنا مناسبة مسوينه بالقرصان المسلوبة الجاهزة، ولا احنا بالعادة نعجن عجينة، لكن اليوم سويناها جاهزة وكلها نفس النتيجة. طيب تفضلي سيام. ይኸውላችሁ እኛ እንደዚህ ኩብዝ እናረግና እንቆርጣለን። ግን የኛ የመርጉግ አሰራር ለየት ያለ ነው ማለት ነው። ሌሎቹ መርጉግ ሲሰሩ ስጋውን ካበሰሉ በኋላ ከዛ በኋላ ሽንኩርት ያቅላላሉ ምናምን። እኛ ስጋውን በቅድሚያ እናበስላለን። ከዛ በኋላ ሽንኩርቱን ሁሉንም ነገር እንጨምራለን። وريهم القطع كيف. سيام تقولون احنا بنعلمكم اسرار حقت مطبخ جراند ما. وريتيهم. وريها قديش بكف اليد علشان ما يتقطع، عشان يجي قطع وديك يعني. ايوه كأنه خبزه احنا خابزينها. اسرار جراند ما. السر الاول اللي بنوريكم اياه الحين وش هي يا سيام؟ اننا شو نسوي؟ لا خلي السر الاخير، السر الحين اول هذا الحين بنوريهم اياه. يلا السر الحين اي اننا نكب الخبز مع الخضار مع اللحم وهو ما استوى. الطبخات الناس كلهم يخلون اللحم يستوي وبعد ما يستوي اللحم يقومون يكبون الخضار وبعدين يكبون الخبز. لا حنا لا، نحط اللحم ونحط الخبز ونحط الخضار كلها مع بعض يصير استواءها واحد. تفضل. የኛ እንደዛ ነው የምንሰራው ማለት ነው። አሁን ኩብዙን እንጨምራለን። እዚህ ጋር ያዘጋጀናቸውን ካሮቱንም ምኑንም አንድ ላይ እንጨምርልና ከዛ በኋላ መጨረሻ ላይ እንዴት እንደምናደርገው ታሳያችኋለሁ ማለት ነው። አሁን ኩብዛችንን እንጨምራለን። ايوه يلاችሁ ኩብዝ ስትጨምሩ እንደዚህ ነው የምትጨምሩት። حط الخبزه الاولى يلا والثانيه ايوه والثالثه من هذه الجهه ونخليها لين تنتفخ بعدين نحط الخضار. ولا لا እስከሚል ድረስ እንጠብቅና አሁን የከተፍካቸውን ካሮት ምናምን እናረግበታለን። يلاችሁ አሁን ጀዛራችንን الحين تنفخ الخبز، الحين نحط عليه الخضار ونغطيه ثاني مره لين ينتفخ ثاني مره بعدين نوخر الخبز. قولي لهم. አሁን ይኸውላችሁ እንደዚህ እንጨምርበትና ከዛ በኋላ ኩብዛችንን እናረጋለን። ወደዚህ ጠጋርገ ነው አሁን እንደዛ በደረጃ ደረጃ እናደርገዋለን ማለት ነው። ይኸውላችሁ አሁን እንደዚህ ወደዚህ እናስጠጋውና ايوه توخرونه على جنب. ከዛ እዚህ ጋር ያዘጋጀነውን ترجعون تكررون نفس الطريقه ቅድም እንዳደረኩት እንደዚሁ አሁንም ይኸውላችሁ መጨረሻ ላይ ዱባውን ጨምረንበታል። ከዛ ለሎሚ ጥቁሩን እንደገና ቃሪያ አርገንበታል። اخر طبقه نحط العجين ونحط الليمون الاسود والقرع والفلفل الاخضر وحبات فلفل اسود. انا احب الفلفل الاسود شوفوا يدي واكلي وشغلي. طيب يلا اخر طبقه وش هي؟ نحط هذا سر جراند ما. وش وريهم اياه؟ اللي هو عباره عن بصل مفروك فرك، ما هو محموس، مفروك فرك مع شويه زبده مع ليمون اسود مع شويه مسمنه. قولي لهم. يلاችሁ ليمون اسود እና ቅቤ ጋር አንድ ላይ የታሸ ሽንኩርት ከላይና ونكتمها الحين بالقصدير وندخله بالفرن ساعتين. بلغيهم. ከዛ እንከድነዋለን በገስትር ለ2 ሰዓት ፍሮም ውስጥ እናስገባዋለን። نشوفكم بعد ساعتين. قولي لهم. ከ2 ሰዓት በኋላ እንገናኛለን። አያችሁት አሁን ዱባውን አንስተናል። الحين شلنا اشوف ادوات المكياج حقتنا اللي هي القرع والليمون اللي بنزين فيها، وهذا المرقوق. حالات المرقوق ما يصير فيه مويه، بعدين نجي نغرفه شو نسوي؟ نغرفه نقول بكذا كذا خفيفه بس خفيفه، وبعدين نكب كب. ما هو حالاتها مقطع ولا مليان مياه المرقوق مليان مويه ما يصلح، ولا مقطع لازم يصير قطعه واحده. يلا يا ماما متها بالدقينه. يلا الحين انا بذوقها. شوفوا بس ابي اوريكم كيف يعني المرقوق يجي قطع كبيره. انا ما ابغى اقطع لاني باخذه معاي عزيمتنا. ممتاز. لايك كومنت قبلها ما شاء الله على مرقوقنا ما شاء الله. يلا مع السلامة. باي باي. تعالوا على أصفر على أحمر. لا تنسون باي باي. تعالوا نشوفكم على خير إن شاء الله. وحياكم الله.
مع السلامه. مع السلامه.